السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناتنا قناة الزراعة الحديثة. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل آلاف المزارعين في مصر: أسعار القطن المصري 2025 2026. يمكن أنت أو أي حد من أهلك أو معارفك شغال في زراعة القطن وبتسأل دلوقتي يا ترى السعر هيكون كام السنة دي، وهل هيتناسب مع تعب الفلاح طوال الموسم ولا لأ. لجنة تسويق القطن المصري أعلنت أخيرا عن الأسعار الرسمية لفتح المزادات، وده بعد ما كتير من الناس كانوا في حالة قلق بسبب تأخر الإعلان. النهاردة الأسعار جت كالتالي: الوجه البحري متوسط السعر ما بين 9000 جنيه ل 9500 جنيه للإمطار، والوجه الإبلي متوسط سعر الإمطار 7000 جنيه على حسب طبعا الأصناف المختلفة. وده معناه إننا على أعتاب موسم جديد مليان تحديات، خصوصا مع بدء أول مزاد رسمي في محافظة الفيوم. لكن الموضوع مش مجرد إعلان عن أسعار، دي حياة ناس ومستقبل محصول استراتيجي بيمثل قيمة كبيرة لمصر في التصدير والاقتصاد. الفلاحين مستنيين يعرفوا هل الأسعار دي هتقدر تغطي مصاريف الزراعة والكيماوي والسولار والعمالة، ولا هتخليهم يخرجوا من الموسم بخسارة زي مواسم قبل كده. أسعار القطن المصري النهاردة مش بس أرقام، دي رسالة واضحة عن مدى اهتمام الدولة بدعم الفلاح والحفاظ على القطن المصري كعلامة مميزة في العالم كله. بس للأسف تدني الأسعار ده راجع لانخفاض السعر عالميا. في الفيديو ده هنتكلم عن كل التفاصيل من بداية الحصاد مرورا بآليات المنظومة الجديدة وصولا لأول مزاد رسمي، وكمان هنشوف هل المنظومة دي هتحقق العدالة ولا لسه الفلاح هيفضل يعاني. تابع معايا للنهاية. النهاردة شهد موسم القطن 2025 2026 بداية ساخنة في سوق القطن المصري، بعدما أعلنت لجنة تسويق الأقطان عن سعر قنطار القطن بشكل رسمي. النهاردة الأسعار جت على النحو التالي زي ما قلنا: 7000 جنيه وجه إبلي، و9000 جنيه ل 9500 جنيه وجه بحري على حسب الصنف. الأرقام ديت اعتبرها البعض بداية ليست بالجيدة، بينما شافها آخرون إن هي طبعا أقل من المتوقع بكتير، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الزراعة هذا الموسم. من ناحية تانية بقى، الأرقام المعلنة عن سعر إمطار القطن اليوم أثارت نقاش واسع بين التجار والمزارعين في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط. التجار عرضوا أسعار أقل بواقع 300 جنيه و400 جنيه عن السعر الرسمي، في محاولة لاستغلال حاجة الفلاح السريعة للسيولة. لكن خبراء الزراعة نصحوا الفلاحين إنهم ما يتسرعوش في البيع ويستغلوا المنظومة بتاعة تسويق القطن اللي أطلقتها الحكومة لضمان تحقيق أفضل سعر ممكن. القطن مش مجرد محصول، ده رمز للاقتصاد المصري من أيام ما كان بيتصدر للعالم كله في القرن الماضي. وعودة الحديث بقى عن أسعار القطن بهذا الشكل بيعكس لينا إن لسه في فرصة قوية لإحياء مكانة القطن المصري عالميا لو المنظومة الجديدة نجحت في إدارة السوق بشكل عادل وشفاف. الحدث الأبرز بقى في موسم القطن الجديد النهاردة هو انطلاق أول مزاد رسمي في محافظة الفيوم يوم الأربع 24 سبتمبر، وده بيعتبر خطوة مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة تنظيم سوق القطن ومنع الاحتكار اللي كان بيحصل من التجار في المزاد ده. بيتم عرض الأقطان اللي بيتم توريدها لمجمعات الاستقبال، وبعدها الشركات والمصانع والتجار بيتنافسوا على شرائها بالسعر المعلن كبداية، واللي ممكن يرتفع على حسب قوة الطلب. فكرة المزاد العلني جزء من منظومة تسويق القطن المصري اللي بدأت من كام سنة، واللي هدفها الرئيسي حماية الفلاح وضمان إن محصوله يتباع بسعر عادل بعيدا عن الاستغلال. وخلي بالك إن المزاد الأول للفيوم هيدينا صورة أوضح عن توجهات السوق، وهل الأسعار المعلنة هتصمد قدام العرض والطلب ولا هتشهد أي تعديلات.
تجربة المزاد دي مش جديدة على القطن المصري، لكن الجديد في موسم بقى 2025 2026 هو التنظيم الأكثر صرامة والالتزام الإجباري بعدم البيع خارج المنظومة. الحكومة فتحت مجمعات استقبال في كل المحافظات تقريبا علشان تسهل على الفلاح تسليم المحصول في أماكن قريبة ومنظمة. ده كمان بيخلي عملية البيع أكثر شفافية لأن المزاد بيتعمل قدام الجميع ومفيش فرصة للتلاعب. المزارع دلوقتي عنده خيار مضمون يسلم المحصول، يحصل على سعر عادل ويتجنب مخاطر البيع لتجار ممكن يمطلوا أو يديله سعر أقل. ومع أول مزاد رسمي العيون كلها متوجهة للفيوم لمعرفة هل المنظومة الجديدة هتنجح في كسب ثقة المزارعين ولا لأ. من المهم نعرف أهمية تسعير القطن المصري بالنسبة للمزارعين. تسعير القطن مش مجرد قرار اقتصادي، ده قرار بيمس حياة آلاف الأسر المصرية اللي مصدر دخلها الأساسي هو القطن. المزارع بيبدأ من أول يوم زراعة وهو عينه على السعر اللي هيوصل له في آخر الموسم. وأهمية التسعير كمان بتظهر في إنه بيحدد قرار الفلاح في الموسم اللي بعده، هل هيستمر في زراعة القطن ولا هيحول لمحاصيل تانية زي الرز أو الذرة اللي ممكن تحقق له دخل أسرع. الفلاح المصري محتاج يطمن إن محصول القطن مش بس بيغطي تكلفته لكن كمان بيضمن له ربح يقدر يعيش منه، وده بالظبط اللي بتحاول المنظومة الجديدة توصل له، لكنها لسه محتاجة ثقة الفلاح. وعشان ده يحصل لازم الدولة تلتزم بمتابعة الأسعار على أرض الواقع وتمنع أي تجاوزات من التجار اللي ممكن يضرب السوق. في النهاية تسعير القطن مش مجرد أرقام لكنه رسالة طمأنينة لمئات الآلاف من الفلاحين اللي تعبهم مش هيضيع. منظومة تسويق القطن المصري اتعملت خصيصا علشان تحمي الفلاح من الاستغلال. في الماضي كان الفلاح بيبيع القطن لتجار وسماسرة بأسعار أقل من قيمته الحقيقية وفي الغالب كان بيطلع خسران، لكن مع النظام الجديد المزادات الرسمية بقت هي الطريق الوحيد للبيع، وده ضمن للمزارع انه يحصل على سعر اقرب للقيمة العادلة. المنظومة كمان قدمت ميزة إضافية وهي الدفع من خلال البنوك الزراعية علشان يتجنب المزارع أي تأخير في استلام فلوسه، وده كمان بيخلق شفافية في السوق وبيمنع التلاعب اللي كان بيحصل قبل كده. لكن نجاح المنظومة مرهون بحاجة واحدة بس، هي التزام كل الأطراف بيها. لو المزارع اتسرع وباع للتجار بره النظام هيخسر والسوق كله هيتأثر، ولو اللجنة المنظمة ما قدرتش تفرض القواعد بصرامة الفلاح هيفقد الثقة تاني. ومع الموسم الجديد اللجنة أكدت إنها فتحت مجمعات استقبال في كل المحافظات تقريبا. احنا كده انتهينا من حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.